بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم. أسعد بلقائكم اليوم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن ايرور ال 115، ويمكن ده كان مسبب هيدك وصداع كبير لمعظم زمايلنا اللي كان عندهم باترونات أساسية على الفيرجنات القديمة وحدثوا البرامج بتاعة جيربر عشان يستخدموا أحدث إصدارات، فبالتالي يظهر لهم شبح الايرور ال 115 زي ما احنا شايفين دلوقتي. احنا جبنا باترون معمول على جيربر 8، تيجي تحطه النهارده على جيربر 14 يديني أداة ايرور 115 بي has been detected. تمام، بليز كونتاكت يور لوكال جيربر سيرفيس عشان يصلح لك المشكلة دي. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نقضي على المشكلة دي تماما من جذورها بطريقة سهلة وبسيطة. يمكن أخونا الفاضل المهندس محمد السيد تطرق في فيديوهات عظيمة ليه عن الموضوع ده. النهارده احنا جايبين طريقة مختلفة بنفس برنامج الفيم وير اللي هو شرحه قبل كده، ان احنا هنعمل نسخة وهمية وهننزل عليها جيربر 9 جيربر 9 وهنسطب ويندوز 7، ومش محتاجين بقى ان احنا نعمل نتورك او حاجة ما بين الاجهزة وبعض. لا، ده احنا على نفس الجهاز نشغل من هنا ناخد نحط على نفس الجهاز هو ما عندناش اي مشكلة تماما. طيب، اما نيجي نشوف المشكلة دي هتحصل معانا. الباترون بتاعنا عندنا باترون اهو، جبناه وفتحنا الاكيو مارك اكسبلورر اهي وعملنا ستورج اريا سميناها جيربر توجذر. هنقول له امبورت زد اي بي، استورد الملف اللي انا عايز ادخله. ده مايو، تمام، سويمنج شورت، مايو شورت بتاع مايو اهو. هقول له استورد لي، طبعا عشان برضو بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، عشان لما اجي استورد اي حاجة وما يحصلش عندي اي مشكلة، خلي الملف ده يبقى على الديسكتوب، ما تحطوش في اي فايل جوه الكمبيوتر، لا حطه على الديسكتوب. وتعالى من هنا من الاستورج اريا بتاعتك قول له امبورت زد اي بي، استورد السويمنج شورت ده اهو. دوست عليه 2 كليك شمال، هقول له اوكي. هيعمل البروسيسنج، قال لي بروسيس كومبليت، تمت المعالجه كامله. بروسيس يعني معالجه، تمام كده. خلاص بقى عندي الموديل ده اهو ظاهر باجزائه بقطعه، تمام كده. لما نيجي هنا نتمشى بالماوس كده الاقي الصوره ما ظهرتش. طيب في قطعه تقريبا هي اللي دي ظاهره معايا، دي ظاهره معايا، دول مش ظاهرين هنا، دي المشكله دي. طيب هنفتح الجدول ده على البي دي اس، كليك يمين عليه open with pattern design ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. هبص الاقي الرسالة العظيمة اللي احنا شفناها من شوية ظهرت معايا، الداتا ايرور 115. طيب تعالوا نروح مع بعض نشوف مراحل تسطيب الفيم وير والنسخة. انا سايب لكم تحت الفيديو هتلاقوا رابط هتحملوا فيه الملف ده. تمام اهو، ملف مضغوط، الملف ده كبير شويه 3 جيجا وشويه. طيب لما هنيجي نفكه كليك يمين عليه ونقول له اكستراكت، تمام، فكهولي اهو. يبدا يفكه طبعا عشان وقت حضراتكم انا مجهزه وفكه اهو. لما هتفتح الملف ده هتلاقي محتوياته كالاتي اهو. ملف الفيم وير كراك جيربر 9، كراك مختصر وجميل. الفايل بتاع جيربر 9 اللي هنسطبه، الفيم وير مضغوط كمان، ويندوز 7 اللي انت هتشتغل بيها، الوين رار اللي هي الاكس 32 لان احنا هنسطب ويندوز 7 32 فيبقى موجود معاك. الملف بتاع اصلاح الجيربر بقى، وده يمكن هو ده الطريقة الجديدة اللي احنا هنصلح بيها الملفات بتاعت الايرور 115. طيب خلينا نقفل بقى مع بعض كده وهنروح ناخد الفيم وير ده ونسطبه هنا اهو. كليك يمين هقول له extract here. هنجيب ملف الفيم وير نحطه على الديسكتوب ونسطبه. هنمشي مع بعض ستيبس بالخطوات زي ما احنا هنشوف دلوقتي اهو. كليك يمين عليه وهقول له run as administrator، تشغيل كمسؤول اهو، يس. ان شاء الله من النهارده مش هيبقى عندك مشكله تماما في شبح الايرور 115، خلاص الموضوع انتهى تماما. هنستنى بس يفعل معايا البرنامج اهو، preparing بيجهزه عشان نسطبه. هنا هقول له next وهقول له اي اكسبت. هو التسطيب بتاع البرنامج نفسه ما فيهوش اي مشكله تماما، سهل جدا وبسيط يعني. نيكست، كله نيكست على طول اهو، نيكست.
هتمشي مع الخطوات واحدة واحدة، هتلاقي الدنيا بسيطة وسهلة، مش محتاج تسأل حد في أي حاجة. البرنامج اتسطب عندي، اخر جزئيه خالص بيقول لي فينيش ولا انت معاك لاينسز، اقول له لا انا معايا لاينسز. اللاينسز هتلاقيه موجود جوه البرنامج اهو. هدوس على دي كده واختار اي صيغه من دول اهو، كليك يمين عليها كوبي، واخدها احطها هنا في الحته الفاضيه دي اهو، كنترول وفي اهو، واقول له انتر. قال لي خلاص البرنامج بقى موجود ومتفعل باللاينسز بتاعه. كده انتهيت من دور تسطيب الفيم وير. تمام. فكره الفيم وير يا جماعه ان انا، ودي بنستخدمها مع اللابات الابل اللي هي الاي ماك، اللي احنا نعمل نسخه ويندوز وهميه على الجهاز. ان انت عندك النسخه الاساسيه ويندوز 10، وهتعمل نسخه تانية ويندوز 7 32 بت عشان تحط عليها جربر بالملف الاصلاح ده، ويبقى عندك 2 جربر على جهاز واحد. تاخد الملف القديم اللي هو معمول على فيرجن قديم من جربر، تحطه على النسخه بتاعت جربر 9، يفتح معاك، تسيفه، تيجي تفتحه على جربر 14 زي ما عندنا، ما يبقاش فيه مشكله تماما. وهنشوف ده مع بعض دلوقتي ان شاء الله. طيب خلاص، انا الملف ده ما بقتش محتاجه، اقدر ادلته، السورس بتاعه عندي موجود هنا خلاص. هنيجي هنا نفعل بقى او نقسم الجهاز ده عشان يشيل نسختين ويندوز، واحده اساسيه وواحده وهميه. هضغط عليه كده 2 كليك شمال. هنا بيقول لي انا ما عنديش قبل كده اي نسخه وهميه، فاقول له كرييت ا نيو فيرتيكال ماشين اهو. هنا هختار كاستم ادفانسد، ان انا هظبط الاعدادات بتاعتي زي ما انا عايز. اقول له، هو بيقول لك عايز تعمل ابجريد، تمام. اقول له لا مش عايز، تحديث للنسخه اللي في اصدار اعلى اللي هو 17. اقول له مش عايزين دلوقتي، احنا شغالين على ال 16. هقول له هنا نيكست. هنا بيقول لي بقى الورك ستيشن بتاعتك دي، اقول له 16 اعلى حاجه، هقول له نيكست. نيجي نقول له هنعلم على اخر واحده، اقول له انا هسطب الويندوز في الاخر بعد ما اخلص الاعدادات بتاعتي اهو، نيكست. هنختار هنا مايكروسوفت ويندوز، انت عايز تسطب ايه؟ ويندوز، تمام كده. هقول له انا عايز نسخه ويندوز 7، هختارها من هنا عادي جدا، هقول له نيكست. بعد كده الويندوز دي هتحطها فين؟ قبل ما اعمل احط اي حاجه، هروح انشئ فايل يبقى خاص بالفيم وير ده هنا اهو. هنيجي هنا كده ماي كمبيوتر، ونختار زيز بي سي، ونعمل فايل في الدي مثلا نسميه خاص بالفيم وير اهو. كليك يمين نيو فولدر، ونقول له في ام شرطه وير دبليو اي ار اي 2024 مثلا، واقفل تاني عادي جدا. هاجي هنا اقول له ان الشغل بتاعي هيكون في الدي بالفايل اللي انا لسه عامله فيم وير 2024، هلاقيه موجود اهو فيم وير 2024. اخترت الفايل بتاعي، نيكست. هنا بقى يقول لك نمبر اوف بروسيسور، انت هتقسم البروسيسور بتاعك. هدي نص للنسخه الوهميه ونص للنسخه الاساسيه. اقول له بروسيسورين 2 الكورز بتاعت البروسيسور، هقول له انا كمان عايز 2، نص هنا ونص هنا. بعد كده اقول له نيكست. نيجي انت عايز تديني رامات قد ايه للنسخه دي والنسخه دي؟ اقول له اديك 4 مثلا. هقول له انا اديني رامات 4 للجهاز ده اهو، نيكست. هنا هنمشي مع بعد كده مع ترتيب الشاشات كده اهو، نيكست. بعد كده هيقول لي ريكومندد، هنا دي هقول له نيكست، تمام. هنا ريكومندد اس سي اس اي، هقول له نيكست، اللي هو الفيرتيكال ديسك تايب، نيكست، تمام كده. هنا برضو كرييت ا نيو فيرتيكال ديسك، هقول له نيكست. انت عايز تديني مساحة قد ايه احط عليها النسخة الوهمية؟ هقول له وليكن مثلا 30 جيجا اهو، 30، واقول له نيكست. يجي هنا يقول لي الويندوز 7 بامتداد كذا كذا كذا، اقول له تمام نيكست. هنيجي هنا بقى، دي البيانات اللي احنا عملناها، بس اخش على الكاستمايز هاردوير اظبط الاعدادات. وانا حاطط لكم نسخة ويندوز موجودة جوه الفايل، تعالوا نشوفها مع بعض كده اهو. جوه الفايل بتاع ملف الهوم وير اهو، ويندوز 7 32 بت 64، هتحطها عندك موجوده جوه الفايل، وهنسطب منها الايه الويندوز بتاعتنا. هنيجي هنا نقول له في الكاستمايز دي، تعالى كله هنا تمام. الاعدادات اللي احنا عملناها هنقول له النيو
سي دي ودي في دي ساتا، هقول له انا عندي نسخه ويندوز بصيغه ايزو، يوز ايزو ايمج فايل. طب هي موجوده فين؟ موجوده حضرتك على الديسكتوب في الملف اللي احنا عاملينه، هتلاقيها اهي ظهرت بصيغه ايزو. تمام، اضغط عليها كده بقت الويندوز دي متحمله معايا جوه الفيم وير. هقول له بعد كده كلوز واقول له فينيش. جهز هو اعدادات الفيم وير. هخش هنا ادوس على باور اون ذيس فيرتيكال ماشين اهو. نبدا نسطب مع بعض ويندوز 7. اللي تقف معاه حاجه في الاعدادات، انا بسيب تليفوني دايما على الفيديو، اتصلوا بيا باي حاجه، انا ما بتاخرش عن حد. ما دام الوقت متاح عادي جدا هنرد عليكم وهنشوف الدنيا واقفه معانا لحد فين. اللي عايز ينورني في المكتب برضو يتفضل نسطبها له، ما عندناش مشكله خالص، الموضوع سهل وبسيط يعني. هيبدأ يمشي معايا في إجراءات تسطيب ويندوز 7 زي ما بسطب أي ويندوز عادية خالص. تمام أهو، هقول له نيكست، همشي ستيب باي ستيب خطوة بخطوة كده. نيكست انستول ناو. بيقول لي ستيت اب ستارتنج، يعني البداية التسطيب، هنبدأ أهو، خليك جاهز. حاضر، هقول له اي اكسبت هنا، علم عليها صح واقول له نيكست. هنا ابجريد للويندوز القديمه، اقول له لا انا بعمل ويندوز جديده، اختار اللي تحت. هنا ادي الهارد اللي انا حددته له 30 جيجا، اقول له نيكست. وهيبدا بقى يمشي معايا في تسطيب الويندوز عادي جدا، هيعد من 0 لحد 100 ويسطب ويندوز 7 بمنتهى البساطه. تمام، زي ما احنا شايفين وعمل ريستارت اهو. سيت اب از ابديتنج ريجستري سيتنجز، عادي جدا بيعمل تحديث للفيتشرز بتاعت الويندوز ويدخلها عنده اهو. هيكمل عادي جدا، انا ما عملتش اي حاجه، هو بيرستر لوحده ويشتغل تاني لوحده زي اجراءات تسطيب الويندوز العاديه تماما. بيرستر اوتوماتيك. هيبدا بقى ستارتنج ويندوز. خلاص الويندوز اكتمل تسطيبها، هو هيبدا بقى يجهزها عشان يفتحها لنا. بيقول لي طيب يوزر نيم فور اكزامبل، انت عايز تسمي الجهاز ده ايه مثلا؟ هنقول له اي اسم عادي جدا، جيربر توجذر. وهقول له بعد كده نيكست. عايز تحط باسورد اوكي، مش عايز اقول له نيكست. هنا انت ما عندكش اي حاجه، اقول له اسكيب خلاص. اسك مي ليتر، يبقى اسالني في الاخر عن الابديتس بتاعت الويندوز. نيكست. انت عندك واي فاي او عندك شبكه انترنت موجوده على الجهاز اوريدي؟ هقول له هوم وورك نتورك او هوم نتورك. خلاص تم تسطيب الويندوز، هيفتح معايا ويندوز 7 ونبدا بقى نسطب من عليها الجيربر بتاعنا. فتح معايا ويندوز 7 زي ما احنا شايفين كده. هاجي هنا هضغط كليك يمين وهقول له بيرسونالايز، اخر حاجه خالص تشينج ديسكتوب ايكونز. انا محتاج كمبيوتر على، حطولي على الديسكتوب، علم عليه صح. كنترول بانل، علمني عليها صح. ابلاي اوكي، بقت موجوده عندي. تمام كده. طيب انا حاطط الملف اللي انا بعته لكم ده على الفلاشه، الملف بتاع الفيم وير. هروح جايب الفلاشه بتاعتي حاططها في الكمبيوتر عادي جدا، ما عنديش مشكله خالص. تمام كده، ظهرت لي المسج دي، هقول له اوكي وهفتح الفيم وير بتاعي عادي جدا اهو. وهاجي هنا من فيم وير وهقول له ريموفال ديفايسز اهي، واعلم عليها. اختار كينج ستون تحت، اقول له كونكت عشان تظهر لي هنا اهو. انا عايزها تظهر لي على الويندوز الوهميه، هتبدأ تظهر. ظهرت الفلاشة موجودة عندي اهو. هختار continue without scanning، اظهرها لي على طول، مش محتاج اعمل سكان عليها، معلهاش اي مشاكل او فيروسات او حاجة. واخد الفايل بتاع جيربر 9 بقى اسطبه عندي هنا اهي. ظهرت الفلاشة اهي. طيب جيربر 9 فين؟ الملف بتاعنا اللي هو ملف الفيم وير اهو. هاخد الملف ده، طبعا انت عشان كده انا مديكو مع النسخه مع الملف بتاعنا نسخه وين رار 32. ليه؟ لان احنا مسطبين ويندوز 7 32. تمام كده. طيب هنيجي هنا ناخد ده كده نسطبه او نقف عليه ران از ادمنستريتور، اقول له تثبيت اوكي. تم خلاص. تمام، هقفل الجزئيه دي. هرجع الاقي جيربر 9 ظهرت عندي، هاخدها هي والكراك بتاعها
وملف الاصلاح هدوس على كنترول في الكيبورد، الاتنين دول مع بعض اهو، ده وده وده، كليك يمين كوبي، وهحطهم على الديسكتوب واشتغل عادي جدا، اسطب من على الديسكتوب بتاعي اهو. انت مش محتاج غير فايل الاكيو مارك بس من جيربر 9، مش هتسطب لا اكيو سكان ولا اكيو نيست ولا اي حاجه خالص. هسيبه ينقل عادي جدا، ملفاتي اهي بتنزل معايا. يمكن هنتعب بس في الاعدادات، لكن هتفضل موجوده معانا على طول على الجهاز بدون اي مشكله، خصوصا لو عندي قوالب فيها مشكله الايرور 115. يبقى انت عندك محتويات الملف اللي احنا هننزله الموجود تحت الفيديو ده، في نسخة الفيم وير، في نسخة الجيربر بالكراك، في كمان ملف الضغط عشان انت بتسطب فيرجن قديم، في ملف الوينرار اللي يناسب الفيرجن ده، في كمان ملف اصلاح الجيربر، وده المهم اللي هنشوف دلوقتي هنحطه فين على الكمبيوتر عشان ما يقفليش اي باترونات تانية عندي. خلص نقل هو كده تمام كده، اجي كليك يمين هنا واقول له فيو، واقول له رتب لي الايقونات كده. نيجي على جيربر 9 اهو، كليك يمين وهقول له استخراج، ابدا افك الضغط بتاعي، هبدا اسطب عادي جدا. اول ايقونه بس اللي انا محتاجها الاكيو مارك، مش محتاج اكتر من كده، اللي هي تفتح لي الباترونات عشان اسيفها على الفيرجن ده، وبعد كده اخدها على جيربر 14 زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. اقول له ران از ادمنستريتور، شغل لي النسخه كمسؤول اهو، انستول. تسطيبها سهل جدا وبسيط، ما فيش فيه اي مشكله تماما اهو. نيكست، زي ما قلت لحضراتكم، نيكست نيكست نيكست. تمام، خلصنا كده اقول له اوكي، نيكست نيكست نيكست، كلوز، اوكي، دوس انتر عندي، فينيش، اوكي، فينيش. خلاص خلصت الاعدادات، لسه بس فاضل لي مرحله اخيره اللي هي الكراك. نيكست، دوس على انتر. طيب هنرجع هنا، خلاص احنا كده خلصنا نسخة الجيربر. في حالة لو الشاشة مش ظاهرة معايا زي دي كده، اقدر عادي جدا هنا اقول له ديسبلاي او سكرين ريزوليوشن واصغر حجم الشاشة. كليك يمين، بيرسونالايز ديسبلاي اهي، اختارها، واجي هنا اقول له هي معمولة على 100% لكن مش ظاهرة، خلاص ما عنديش مشكلة. هقول له مثلا من دي كده اوكي، وهقفل الجزئية دي خالص، وهروح افعل الكراك بقى اهو. هقفل دي كده، استخراج، اخش على تمام ملف كراك اهو، كليك يمين اهو، وهقول يمين عليه ران از ادمنستريتور، هيبدا يسطبه لي عادي جدا. اقول له نيكست نيكست، اي اكسبت نيكست انستول. هاجي هنا اقول له انستول ذيس درايف سوفت وير اني واي، بيبدا يجهز تشغيل الكراك. طبعا هي هنا شاشه زرقاء لسه الكراك ما اتفعلش، لما هتتفعل تتحول للون البني. هنعمل ريستارت بعد كده، هتاكد تاني كده اهو، انستول، وهعمل ريستارت للفيرتيكال ماشين اهو، ريستارت، اقول له اي اكسبت هنا كده، ظهرت لي باللون البراون اهو. معنى كده ان تم تفعيل جيربر 9. اخر خطوه بس اللي هو طبعا هنا كان في جيربر 9 ان هو يعمل لي الايقونات في لانش باد كده مربع كده اهو. اخر خطوه ان انا هاخد ملف اصلاح الجيربر ده اهو، كليك يمين عليه واقول له استخراج اهو، ملف اصلاح الجيربر. هاخد الملف الفايل الصغير ده، كليك يمين كوبي، واروح افتح ماي كمبيوتر السي، وافتح بروجرام فايلز جيربر تكنولوجي، وهحطه اكيومارك 9. هلاقي فايل اسمه شروت 2000 ده هحطه جواه، كليك يمين بيست، واقول له كوبي اند ريبليس، انسخه واستبدله اهو، كونتينيو كده تمام اوكي. انا عندي برنامج الجيربر 9 يشغل اي ملفات عندها 115 ايرور. تعالوا نشوف مع بعض عملي بقى. هنجيب الفلاشة بتاعتنا اللي عليها الملفات اهي، فتحت، اقول له continue without scanning، خلاص مش عايزين نعمل سكان عليها، ما فيهاش اي مشاكل خالص. نيجي نفتح الفلاشة بتاعتنا، ناخد منها الملف المضغوط اللي هو الباترون اللي ما كانش عايز يفتح، اسحبه احطه هنا عادي جدا اوكي. وهروح هنا الزراير اللي احنا شايفينها، هدوس على اللي قبل الاخير ده اكيو مارك اكسبلورر اهو. هاجي هنا هفتح السي،
كليك يمين اعمل نيو ستورج اريا، اسميها اي اسم جيربر توجذر. حاجه اقول له استورد لي بقى، ادي ستورج اريا عندي، تعالوا نكبرها كده عشان نشوف. هقول له من فايل امبورت زد اي بي، تعالى على الديسكتوب حط لي الملف اللي انا عايزه. تمام، سويمنج شورت مينز ده اهو. اوكي، كومبريسوس كومبليت. اوكي، ظهر عندي هنا. هفتحه على البي دي اس اوبن ويز باترن ديزاين. كل اللي عليا اني بس هفتحه على البي دي اس واسيبه عادي جدا بنفس التاريخ بتاعنا اللي هو موجود دلوقتي اهو. هاجي هنا كده في الحته دي، كليك يمين بليس اول تايل اهو. الباترون كله موجود معايا ومفتوح معايا. طبعا احنا لسه ما ظبطناش، اقدر اظبط من هنا الاعدادات عادي جدا، اعدادات البي دي اس. تمام، هاجي اقول له هنا ديسبلاي، انا مش عايز لون اصفر ده، دي خليها داشد. الكالر هات لي التدريج كله، يوز ريمبو بالوان، ابلاي سيف. اوكي، اتاكد واتشيك على التدريج بتاعي جريد اول سايزز. كليك يمين سيلكت اول، كليك يمين اوكي، تدريجي كله تمام. هسيف سيف بيسز في الحته الخضراء، سيلكت اول، كليك يمين اوكي. كده الباترون عندي سيف على احدث اصدار. هعمل بعد كده هستخرجه تاني اهو. هعلم على كنترول واختار جدول الموديل واختار البيسز بتاعته اهو كلها مع بعض، وهصدرها للديسكتوب تاني اهو. واقول له من فايل اكسبورت زد اي بي، سميها لي مثلا سويمنج او منز او منز اهو. شرطه سويمنج اس دبليو اي ام ام اي ان جي. اوكي، لحد ما يقول لي بروسيس كومبليتد اهو. خلاص تمت المعالجه كامله. هقفل ده هنا كده. هاجي الاقي منز سويمنج اهو اللي انا لسه عامله الملف ده. كليك يمين سند تو كينجستون، بعته على الفلاشه الموجوده عندي في الجهاز. اجي بقى هنا هفتح الفلاشه بتاعتي عادي جدا اهي. هفتح الفلاشه هنا هلاقي الجدول المدير بتاعي مينز سويمنج، اخده احطه على الديسكتوب هنا. خلاص كده، وارجع افتح الاكيو مارك اكسبلور بتاعي عادي اهو. تمام، في جيربر معايا، وهاجي اقول له امبورت زد اي بي، تعالى هات لي من على الديسكتوب المينز سويمنج اهو. اوكي، بروسيس كومبليت، الاقي كل قطعه ظاهره معايا. افتحه كده على البي دي اس اهو، بدون ما ترجع بقى الموضوع تغيير التاريخ والكلام ده. الباترون فتح معاك وبقى موجود عندك، يفتح على احدث اصدار، ما عنديش مشكله خالص تماما في اي قوالب موجوده عندي على الجيربر اهو. كل الاجزاء، وريني كمان الجريدنج، جريد اول سايزز، كليك يمين سيلكت اول، كليك يمين اوكي، بتدريجاته بكل حاجته بالخياطات، ما عنديش اي مشكله. كده قضينا تماما على شبح الايرور 115. بالتوفيق لحضراتكم، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.